السلام عليكم. أول تعليق من محمد الشيبي بعد مباراة الأهلي وبيراميدز، بيفاجئ النادي الأهلي وبيوجه رسالة أيضا لجماهير النادي الأهلي ويسخر من حسين الشحات. لن تصدق ماذا قال، ولكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد طرد محمد الشيبي لاعب بيراميدز في مباراة الأهلي وبيراميدز بعد تدخله بصورة عنيفة على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات في كرة مشتركة كادت أن تؤدي إلى إصابة دائمة للاعب الأهلي حسين الشحات، كانت هتكون إصابة كبيرة جدا وكادت أن تحدث أزمة جديدة بعد وقوع اشتباك بين محمد الشيبي ولاعب الأهلي بعد هذه اللعبة، مما جعل الفار يستدعي حكم المباراة ليراجع اللعبة مرة أخرى ويشهر الكارت الأحمر المباشر للاعب محمد الشيبي. وفي رد فعل مفاجئ من محمد الشيبي لاعب بيراميدز، صرح الشيبي وقد أدلى بتصريحات نقلتها قناة الهدف المغربية وقال: أنا حزين جدا لما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز، ولم أكن أتوقع طردي في هذه المباراة، وتفاجأت بإشهار الكارت الأحمر لي، فأنا لم أكن أقصد إيذاء لاعب الأهلي حسين الشحات. كنت ألعب على الكرة ولكن قدمي ارتفعت قليلا فحدث اصطدام بقدم الشحات، فأنا لم أكن لاعب مؤذي طول فترة لعبي لكرة القدم. نعم، يوجد بيني وبين الشحات قضية، وأيضا صدرت بسببها عقوبات علي وأيضا على حسين الشحات، ولكن منذ البداية ولم أكن أريد أن يحدث ذلك، فأنا لا أحب الدخول في قضايا أو مشاكل مع أحد. أنا أحترم جميع الأندية، وبالطبع أحترم النادي الأهلي، فهو نادي القرن الإفريقي والفريق الذي يتمنى أي لاعب أن يرتدي قميصه، وأحترم جماهيره بكل تأكيد، وأعرف أن الأهلي لديه النسبة الأكبر من الجماهير في مصر أو حتى يمكن في الوطن العربي ككل، ولكن أنا لاعب كرة قدم ومعرض جدا لضغط طوال الوقت، ويمكن أن أخطئ في بعض الأمور، وأيضا يكون لدي الحق في أمور أخرى، ولكن لدي طموح بالفوز في كل مباراة مع فريقي، وأريد أن أركز فقط في كرة القدم. طبعا كمل كلامه وقال محمد الشيبي إن حسين الشحات هو اللي كان بيتعمد أيضا إيذائه طوال المباراة، حيث إن هو علق وقال كلمات بذيئة عن والدة محمد الشيبي، ولكن قال: أنا ما كنتش متأكد إن الكلام ده كان بيقوله لي أنا أو لأ، ولكن دي عادة حسين الشحات. أنا بوجه كل التحية والشكر للنادي الأهلي وجماهيره، وأنا فعلا بحبكم جدا، ولكن هناك ضغط متواصل على اللاعب يا جماعة عبارة عن إنسان بني آدم ليه مشاعر، ما بيستحملش يسمع كلمة وحشة عنه أو عن عائلته، وخصوصا عن والدته.